السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. لاعبو النادي الأهلي ومنتخب مصر يسيطرون على الأفضل خلال جولة دور ال16 بأمم أفريقيا، وأعلى تقييم لاعب في أفريقيا لمنتخب مصر هو لاعب النادي الأهلي. أنت متخيل؟ لاعب النادي الاهلي هو ثالث اعلى تقييم في دور ال16 كله. اللاعب المحلي منتخب مصر المحلي يا كابتن محمد صلاح طالع منه 2 لعيبه في النادي الاهلي المحليين هما افضل 2 لعيبه في تشكيله الافضل في دور ال16 كله افريقيا المحليين. ورسميا الحجز على نادي الزمالك وعلى أرصدة نادي الزمالك بسبب المديونية اللي بالملايين التي لا تحصى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم أكبر بائس محلي بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابة. أتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعمه باللايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده على عيني وعلى راسي، منورني ومشرفني دايما. اهم حاجه ما ننساش اخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان من الدعاء. ربنا ينصرهم ويعيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم امين. والدعاء لوالدي ولاموات المسلمين جميعا بالرحمه والمغفره. ويلا نبدا حلقتنا. نبدا الحلقه بالتشكيله المثاليه لدور ال16 افريقيا. وركز لي دور ال16 في افريقيا في مين؟ انت بتتكلم بقى في منتخب مصر ومنتخب المغرب ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس ومنتخب مالي ومنتخب نيجيريا والكوتيفوار والسنغال والكاميرون والكونغو. في كل التشكيله دي اللي هي 11 لاعب، فيها 2 لعيبه من الاهلي، فيها 2 لعيبه محليين يا كابتن محمد صلاح. وعلى فكرة بالمناسبة محمد صلاح في التشكيلة برضو. التشكيلة تستحوذ على 3 لعيبة من منتخب مصر، محمد صلاح و2 من لعيبة من النادي الأهلي، وهما ياسر إبراهيم ومروان عطية. وأنا مستغرب جدا 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 رقم مروان عطية بصراحة، لأن شايف إنه يستاهل رقم أكبر من ده بكل أمانة. تشكيلة 11 لاعب من دور ال16 الأفضل في أفريقيا 26. حارس المرمى ديارة، حارس مرمى مالي. والباك يمين باسي بتاع نيجيريا. نايف أجرد منتخب المغرب في الدفاع. وياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي ب9.1، يعني حارس المرمى واخد 8/10. وباسي باك يمين او باك شمال نيجيريا واخد 7.6. نايف أجرد مدافع منتخب المغرب واخد 8/10. ياسر ابراهيم واخد 9.1. مروان عطية لاعب النادي الاهلي برضه ومنتخب مصر واخد 8.5. ودياموند لاعب منتخب الكوتيفوار واخد 8.8. وجاي لاعب منتخب السنغال واخد 8.8. ولوكمان ده اعلى واحد واخد 10/10 او 10 في التقييم يعني. وديالو واخد 8.6. الله يكون في عونك يا فتوح. وادمز مهاجم نيجيريا 9.2. ومحمد صلاح 8.8. يعني اعلى 3 في التقييم. رقم 1 لوكمان المحترف 10 واخد تقييم 10. وادمز مهاجم منتخب نيجيريا واخد 9.2. ويليهم ياسر ابراهيم ب9.1، وهو اعلى تقييم في منتخب مصر. ياسر ابراهيم المحلي، ياسر ابراهيم مدافع منتخب مصر. كل اللي في التشكيله دول، لا وطبعا محمد صلاح 8.8. كل اللي في التشكيله دول محترفين ما عدا مروان عطيه وياسر ابراهيم. الاثنين لعيبه المحليين الوحيدين اللي اتحطوا في الافضل هو ياسر ابراهيم ومروان عطيه، ابناء ولاد النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اللي واخدين اعلى تقييم وهم محليين يا كابتن محمد صلاح. واعلى تقييم في منتخب مصر
هو ياسر ابراهيم ب9.1، يليه محمد صلاح 8.8، ومروان عطيه 8.5. ازاي؟ معرفش. ده واحد جايب جول وصانع جول، ده غير اداؤه الدفاعي، فازاي 8.5 انا مش فاهم. يعني على الاقل مروان عطيه كان المفروض ياخد تقييم 9.5. 9.5 اقل واجب، ده جايب جول وصانع جول. فانا مستغرب الصراحه ازاي واخد التقييم ده. دي حاجه انا مستغربها جدا. دي كانت تشكيله للافضل في دور ال16 لامم افريقيا، منهم ثلاثي منتخب مصر. اعلى تقييم ياسر ابراهيم 9.1، مروان عطيه 8، محمد صلاح 8.8، ومروان عطيه 8.5. عشان منتخب مصر دايما يعتمد على المحليين، بيكونوا افيد من المحترفين عبر التاريخ. نخش بقى في الموضوع التاني. خلاص بقى احنا يعني حلينا. بعد كده هنحدى باخبار الزمالك. للاسف ما فيهاش خبر يسر، وفيها خبر غريب وعجيب جدا، هو تعيين مدير فني غريب جدا. انا ما كامل الاحترام لكل الناس، اقول لكم بس الخبر ده الاول. موقع بصراحه: الزمالك ينتظر حجز الضرائب على حساباته بسبب مديونيه بقيمه 185 مليون جنيه. الزمالك ينتظر حجز الضرائب على أرصدته وحساباته البنكية بسبب مديونية 185 مليون جنيه. طب وبعدين؟ ماذا بعد؟ ايه العمل؟ انا صانع محتوى زملكاوي، نفسي اطلع اتكلم كوره بس على الزمالك. انا لسه امبارح ناقل لك خبر عن النادي الاهلي، بقول لك كاس العالم في حدث تاريخي، كاس العالم داخل النادي الاهلي. اول نادي في التاريخ في العالم كله يستقبل كاس العالم النادي الاهلي. تاني يوم انا بذيع لك خبر عن نادي الزمالك اللي هو منافس النادي الاهلي التاريخي الغريم يعني، وبقول لك ان الزمالك سيتم الحجز على ارصدته البنكيه بسبب مديونيه من الضرائب طبعا 185 مليون جنيه. الوضع هيفضل كده لحد امتى؟ غيرنا الاسماء وغيرنا الاشكال وغيرنا الطريقه، مش الطريقه اللي هو الفكر، لا الفكر واحد كله في البلاله. انا قصدي ان ما بقاش فيه شتيمه يعني، بمعنى اصح انت فاهمني يعني، زي الاول. هو في حاجات كتير كده ترللي، بس ما فيش شتيمه وغلط صريح زي ما كنا بنشوف يعني. كانت قناه الزمالك ليل نهار. ايه الحل طيب؟ امتى هنغير الاستراتيجيه الاداريه لنادي الزمالك؟ امتى هندير صح؟ امتى هنخطط؟ اثبت لك ان احنا ما عندناش تخطيط، ان انت راجل مديون لطوب الارض ومعكش تقبض لعيبتك، وجايب لي دكتور لعيبه بالدولار. يا راجل ده دكتور المنتخب المصري، دكتور منتخب مصر اللي هو اعلى حاجه، دكتور مصري. دكتور النادي الاهلي دكتور مصري. انت رايح تفنن وتجيب لي دكتور اجنبي تديله $500,000 في الشهر. هو مين يا جدعان؟ مين فين؟ غير انك جايب جون ادوارد المفروض انه مدير تعاقدات، لا ده انت جايب جون ادوارد وجايب تحتيه مدير تعاقدات بتديله برضه فلوس. هي الدماغ ايه طيب؟ الدماغ ايه؟ الدماغ متكلفه فين؟ منين طيب؟ قولي منين؟ اثبت لك برضه سوء الاداره ان انت بعد ما مشيت يانيك فيريرا وجبت احمد عبد الرؤوف، جبت له مساعدين اجانب، جبت مدرب حراس مرمى اجنبي، لازمتها ايه طيب؟ مين هو ده يعني؟ هو ده اللي هيطور الدنيا يعني؟ هو ده اللي هيعدل الميله يعني؟ انت جايب مدير فني اصلا مصري تجيب له مدرب حراس اجنبي وجهاز معاون اجنبي، مش عارف تمشيه دلوقتي عشان الديون والغرامات والايقافات. واثبت لك برضو تاني، هثبت لك برضو ان احنا ماشيين بالترللي كده مش حاسبينها. كامل الاحترام للاستاذ معتمد جمال، لما تجيب مدير فني مؤقت واحتمال يطول معاك لانك معكش فلوس، تقوم جايب الاستاذ معتمد جمال وابراهيم صلاح اللي هو موقوف 8 ماتشات ولا 11 ماتش اصلا. ده هو الدوري فاضل له كام ماتش لما ابراهيم صلاح هيبقى موقوف 8 ماتشات؟
مع كامل الاحترام للاستاذ معتمد جمال، هو مش استاذ معتمد جمال كان ماسك قبل كده وما نجحش؟ يعني انت سبت الكابتن طارق مصطفى ومشيت من الاول الاستاذ كابتن ايمن الرمادي المحترم، وعندك الكابتن مؤمن سليمان، وعندك اسماء كبيره جدا في عالم التدريب زملكاويه، سايب كل دول وجايب الكابتن معتمد جمال مع كامل الاحترام له اللي هو اصلا قاعد مش شغال. هو الدماغ ايه يا جماعه؟ هو الدماغ ايه يا اخوانا؟ يا راجل ده الاهلي يوم لما اتعثر في مدير فني وجاب مدير فني مؤقت، جاب عماد النحاس اللي هو اسم يعني له مستقبل كبير في الاداره الفنيه. انت ما اعرفش احنا بنمشيها بالبركه ولا هاتوا يمكن ينجح وخلاص. في اداره، في تخطيط، في اجتماعات كده بتتعمل جوه نادي الزمالك. يعني مكتب الاجتماعات داخل نادي الزمالك في ناس بتقعد تتكلم مع بعض كده، ولا مين اللي بيطرح الفكره وبتتنفذ ازاي؟ انتوا بتقابلوا بعض اصلا؟ بتحضروا مع بعض مجالس اداره صافيين لبعض كده والدنيا حلوه ما بينكم ولا ايه؟ عايز تقنعني ان مع كامل الاحترام الكابتن معتمد جمال هيقدر يكمل بيك منافسه في الدوري، وهيقدر يكمل بيك منافسه في الكاس، وهيقدر يكمل بيك منافسه في الكونفدراليه مع كامل الاحترام، وهو معاه سكواد ضعيف اصلا؟ خلي بالك انت الفرق ما بينك وما بين الاهلي نقطه. جماعه احنا الفرق ما بيننا وما بين الاهلي نقطه واحده بس، نقطه واحده بس. يعني الدنيا لسه موجوده. انا ما اعرفش الدنيا هترسى على ايه عند نادي الزمالك، ولا هترسى فين الدنيا من سيء لاسوأ. وزي ما قلت لك الحجز على ارصده نادي الزمالك بسبب ديون 185 مليون جنيه. دي اخبار الزمالك، هو ده خبر الزمالك. وتعيين معتمد جمال والكابتن ابراهيم صلاح مدير فني ومساعد للنادي الاهلي للنادي الزمالك. وزي ما قلت لك لعيبه النادي الاهلي تستحوذ على تشكيله الافضل في افريقيا لدور ال 16. وانا كده خلصت حلقه النهارده. شكرا جدا لكل اللي بيتابعوني وبيدعموني. السلام عليكم.